السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هيبقى لينا ميعاد بقى مع وصفه جديده وصنف جديد من اصناف رمضان. كل سنه وانتم طيبين جميعا وكل الامه الاسلاميه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفته الفراخ او شيش كباب الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان يعني تعتبر اقتصاديه بقى بالنسبه للكفته يعني بتاعه اللحمه. زي ما احنا عارفين ان السعر بتاع الفراخ بيبقى ارخص شويه، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله الكفته بتدينا كميه كبيره وجميله جدا، ومن الاصناف بجد الحلوه قوي. لو عملتيها يعني في العزايم بتاعه رمضان ان شاء الله هتعجبك جدا، وكمان هتعجب ضيوفك قوي. هنبدا بقى يا حبايب قلبي بالمقادير بتاعتنا. بسم الله. اول حاجه في الطبق ده معايا بصلتين كبار مبشورين بشرهم ناعم، وكمان حزمه كبيره من البقدونس المفروم برضو غسلتها كويس جدا، وبعد كده فرمتها كويس بالسكينه. وهيبقى معايا هنا تقريبا 3 فصوص توم. الحقيقه التوم ده يعني انا مفرزاه في الفريزر، لو عندك برضو في الفريزر طلعي كده معلقه يعني ما تكونش مليانه، او نص معلقه كبيره. وهنا في الكوبايه دي معايا نص الكوبايه دي دقيق ذره اللي هو الناعم زي ما انتم شايفين كده ناعم خالص، وكمان نص الكوبايه التاني بقسماط مطحون. لو ما عندكيش الدقيق الذره ده وعايزه تستخدمي الكوبايه كلها بقسماط مطحون ماشي، ما عندكيش بقسماط مطحون وعايزه تستخدمي الكوبايه كلها دقيق ذره ماشي، يعني اللي عندك استخدميه. وهيبقى معايا كمان معلقه كبيره من المستردة. الحقيقه المستردة دي يعني بتتباع عند المحلات اللي هي سوبر ماركت الكبيره، ان شاء الله هتلاقيها متوفره. لو ما عندكيش مش عايزه تحطيها برده ممكن ما تحطيهاش، بس الحقيقه يعني هي بتدي طعم وبتعزز النكهه. وهيبقى معايا بقى بالنسبه للتوابل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله بقى كميه جميله جدا من التوابل. عاوزه اقول لكم انها تدي بجد طعم وريحه جميله جدا للكفته الفراخ بتاعتنا النهارده. اول حاجه معايا معلقه ما تكونش مليانه، معلقه كبيره فلفل اسمر، ومعلقه كبيره برده ما تكونش مليانه ملح، ونص معلقه من الكاري البودر. طبعا في نوعين من الكاري، نوع عليه شطه ونوع لا، استخدمي اللي هو مش عليه شطه. وكمان معلقه كبيره ما تكونش مليانه قوي توم بودر، ومعلقه كبيره برده ما تكونش مليانه بصل بودر، وهنا معلقه كبيره من بهارات الفراخ. البهارات دي كلها هتلاقيها عند العطار متوفره يعني. وطبعا هيكون معايا هنا كيلو من الصدور البانيه او الصدور يعني الفراخ بتاعتنا، غسلاها كويس جدا ومصفياها كمان من الميه. طبعا المقادير دي والبهارات والحاجات دي كلها المقادير كيلو من البانيه، لكن انت لو عايزه تعملي نص كيلو بانيه طبعا هتقسمي بقى الكميات كلها. وان شاء الله بالنسبه للمقادير برضو علشان ما تتلخبطوش هحطها لكم كالعاده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دلوقتي بقى هنضيف البقدونس وكمان البصل والثوم على البانيه بتاعنا. الحقيقه يعني انا النهارده فضلت ان انا اعمل كميه كبيره واحتفظ كمان بجزء كده منها في الفريزر كنوع برضو من التحضيرات بتاعه رمضان. فانتي برضو لو هتعملي زيي، لو بتجهزي مثلا كفته فراخ او بانيه او كفته لحمه او اي حاجه يعني وضاعفتي الكميه وعملتي النهارده حاجه والحاجه التانية خليتيها كده على التسويه وحطيتيها في كيس بلاستيك او طبق من اللي هو الاطباق الفوم وحطيتيها الفريزر، برضو هتسهلك كتير قوي في رمضان، لان زي ما انتم عارفين الوقت بيبقى ضيق وما بنلحقش يعني بجد نعمل اللي ورانا كله علشان بقى الصيام والحر وكده. فاعملوا بقى زي كده واستفادوا يعني. دلوقتي هنحط بقى التوابل كلها، وهنحط كمان دقيق الذره والبقسماط. وزي ما قلت لكم لو ما عندكيش دقيق ذره ممكن تستبدليه بالكميه كلها يعني بقسماط كوبايه. لو ما عندكيش بقسماط استبدليه برده بدقيق الذره، بس الحقيقه مش هينفع بقى الدقيق العادي خالص. وهنحط تقريبا كمان معلقه كده من المستردة يعني ما تكونش كتير. ودلوقتي كل المقادير دي بقى هتروح على فين؟ هتروح على الكبه وهتطحن كويس جدا. وده كده شكل كفتة الفراخ بعد ما طحناها كويس جدا مع الخضرة بقى والتوابل والثوم. زي ما انتم شايفين كده بقت ناعمة خالص، لازم تنعم كده علشان تديك يعني نتيجة كويسة. ودلوقتي بقى هنركنها على جنب. وفي الطبق ده معايا معلقتين من صلصة الطماطم، معلقتين صغيرين وممكن برضو معلقة كبيرة. هنحط عليهم شوية من المية وكمان رشة كده خفيفة من الملح ورشة كمان من الفلفل الأسمر وشوية كمان من الزيت، يعني حاجة بسيطة تقريبا كده معلقة من الزيت. الخلطة دي بقى اللي احنا هنمسح بيها كده على الكفتة من بره هتدينا طعم جميل جدا. وعلى فكرة ممكن تستبدلي المية العادية دي بمية البصل، تبشري يعني بصلاية وبعد كده تصفي البصلاية كويس قوي من المية بتاعتها وتستعملي المية، هتبقى جميلة جدا. ودلوقتي بنقلبهم بقى مع بعض تقليبة كده كويسة. بسم الله.
وهنا بقى معايا الصاج ده اللي انا هسوي فيه الكفته بتاعتي. طبعا لو ما عندكيش واحد زيه ممكن تستبدليه باي صينيه بتاعت فرن تكون يعني مربعه او مستطيله هتنفع، وفرشه فيه كمان ورقه كده من ورقه الزبده علشان الكفته يعني متلزقش في الصاج. وبرده هنحط فيها كده مسحه خفيفه من الزيت، لان الحقيقه ورق الزبده ده مش نوع يعني مش كويس، فالحاجه بتلزق فيه. ونمسح كويس كده بقى الورق بتاع الزبده بالزيت، نمسحه كله بالشكل ده. وبعد كده بقى نركن الصاج بتاعنا ده على جنب. وهنا معايا في الطبق ده شويه من اعواد شيش طاووق. الحقيقه دي انا كنت غسلاها يعني بميه، ممكن تنقعيها في الميه لمده ربع ساعه او نص ساعه علشان لما تيجي يعني تستعمليها ما تتحرقش معانا جوه الفرن. ودلوقتي هنبتدي بقى نصبح في الكفته بتاعتنا. بسم الله. هنجيب قطعه بقى من المفروم بتاعنا ده ونبتدي بقى نصبع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده، عشان نحط برضو كتير علشان ما يقعش مننا. اهو كده. وبعدين هنبل ايدينا برضو من الخلطه دي ونصبع كده بالراحه خالص اهو زي ما انتم شايفين. نحط برضو حته كده من فوق، وحاولي على قد ما تقدري يعني ما تكتريش بقى قطعه اللحمه علشان ما تصعدش زي ما صعدت مني كده على السيخ اهو. نحاول بقى نثبتها يعني بالراحه خالص. وحابه برضو اوريكم طريقه تانية للتشكيل. بتجيبي عودين كده من الاعواد بتاعه الشيش طاووق، يعني مش واحد بس، انقيهم كده مع بعض. وبعد كده نجيب بقى قطعه من اللحمه بتاعتنا اللي هي بتاعه الدجاج. بسم الله. ونملاها بقى كده كلها بالصوص اهو بالشكل ده. وبعد كده بدل ما تصبعيها كده زي لحمه زي بتاعه سوري الكفته اللي هي المشويه يعني بتاعه اللحمه، هنصبعها بطريقه تانية. تفضلي تعملي كده اهو كده بالشكل ده علشان برضو ايه ما تسقطش مننا يعني وما تضايقناش، لان هي الحقيقه فيها كميه بقسماط يعني لحد ما كبيره شويه وخضره وكده، فعلشان كده بقى اللحمه مش هتثبت قوي على السيخ يعني، علشان بس ما تقولوش ان انا اديت لكم وصفه غلط. لا، سيسوها بالراحه خالص وانتوا شغالين كده وان شاء الله يعني هتنجح معاكم زي ما انتوا شايفين كده انا بعملها اهو. اهو تفضلي بقى تعملي كده. بسم الله. وده كده شكل كفتة الفراخ بتاعتنا بعد ما صبعتها زي ما انتم شايفين. الحقيقة هما الكمية دي بقى اللي هسويهم، لكن الكمية التانيين بقى اللي انا هفرزهم هوريكم برضو هفرزهم ازاي. بسم الله. هنجيب بقى قطعة كده ونبل ايدينا برضو بالشكل ده، وهنعملها بقى المرة دي صوابع كده عادية خالص علشان برضو ما تضايقناش في موضوع الشيش طاووق ده لما نيجي يعني نفرزها ونطلعها من التفريز، وتعمليها صوابع بالشكل ده اهو كده. وفي اي بقى طبق من الاطباق اللي هي الفل دي وهنرصها بالشكل ده. نعمل برضو واحد كمان ونبله كويس قوي بقى بالصوص ده اهو، ونصبعه بالشكل ده. ولو حابه برضو ان انت تعملي الكميه كلها صوابع كده وتدخليها الفرن هينفع برضو، هتبقى جميله. لو ما عندكيش يعني الاعواد بتاعه الشيش طاووق هتنفع اهو كده اهو بالشكل ده. بس الحقيقه انت لو عملتيها بقى كده في الطبق اللي هو الفل على طول يعني ودخلتيها في التلاجة، بعد ما تيجي تخرجيها هتلاقيها لزقت في بعض وحته واحده. احنا بقى هنعمل ايه علشان نتفادى الموضوع ده؟ بعد ما بتصبعيها كده بتحطيها على صينيه مفروده وتدخليها، تبقى بعيده طبعا على بعض يعني زي كده في بينهم مسافات، وتدخليها بقى على صينيه كده مفروده في الفريزر لغايه لما تتجمد تماما. وبعد ما تتجمد بقى بترصيها كده فوق بعض وتغطيها بكيس بلاستيك كويس جدا وتدخليها بقى الفريزر. دلوقتي هندخل بقى الكفته بتاعتنا دي الفرن على درجه حراره متوسطه في الرف الوسطاني لغايه لما تستوي وكمان تاخد لون ذهبي حلو. ودي الكفته بتاعتنا بقى في نص التسويه بنخرجها كده من الفرن ونبتدي بقى نمسح عليها كده بالصوص اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي هو صلصه الطماطم مع الفلفل والزيت وشويه الميه علشان بقى ياخد اللون الذهبي الجميل. نمسح عليها كلها وبعد كده ندخلها بقى الفرن مره تانية لغايه لما تكمل سوا. ودي الكفته بتاعتنا اللي احنا هنفرزها زي ما انتم شايفين كده بعد ما اتجمدت خالص اهي وبقت عامله زي الحجر. دلوقتي بقى هنرصها كده في الطبق اللي هو الفل ده
طبعا بتحطي بقى في طبق الفل على قد الكميه اللي انت هتستخدميها اهو بالشكل ده اهو كده. وبعد كده معاكي بقى اي كيس من اكياس التلاجة وبتدخليها فيها برضو، بتقفلي عليها كويس جدا علشان ما تكرفش برضو اي روايح كده على التلاجة، وبتخرجيها على الصينيه يعني على طول وهي مجمده كده على الفرن، او لو هتعمليها برضو على الجريل من فوق هينفع، هتبقى جميله جدا. وده بقى الشكل النهائي لكفتة الفراخ بتاعتنا الجميلة زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله شكلها مشهي جدا. اول ما بتستوي بقى في الفرن من تحت بتحطيها على طول تحت الشوايه لغايه لما تاخد اللون الذهبي، وزي ما انتم شايفين كده متماسكه وجميله جدا. ودي بقى بتتقدم مع، ممكن تقدميها مثلا مع مكرونه او رز اصفر وشويه كمان من السلطه، وبجد يعني هتاكلوا عينكم بقى ما تشوفوا الا النور، جميله جدا. دلوقتي بقى هدوقها لكم بسم الله، تحفه جدا، طعمها بجد في منتهى الجمال. هقول برضو ملحوظه كده للناس برضو اللي هتعملها ان شاء الله، لو حابه ان انت تقللي كميه البقسماط شويه يعني تخليها على الكيلو نص كوبايه هينفع. ولو عايزه تخليها كوبايه زينا كده برضو هتسيسيها بالراحه، لان الحقيقه هي ممكن تسقط منك من السيخ يعني. يا اما تزودي الكميه بتاعه البانيه شويه تخليها كيلو وربع بدل كيلو، وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. ولو عملتيها برضو زي ما انا عملتها كده وسيستيها بالراحه زي ما انتم شايفين كده، النتيجه بجد مرضيه جدا وجميله قوي. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوها علشان ان شاء الله يعني هتنجح معاكم من اول مره. لو عجبكم بقى الفيديو الجميل ده بقى ما تنسونيش كده في لايك وشير، وكمان اشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. ها مين بقى عايز سندوتش اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.